يا لهوي على الجمال والطعامة، معايا قطعة جاتوه بقى ولا أروع من كده، شوكولاتة سايحة ومدلعة، حاجة كده جميلة، حاجة كده من الآخر. طري بقى بكوباية الشاي باللبن، بكوباية الشاي، بكوباية النسكافيه، فرح لي الولاد في العيد بقطعة جاتوه تحفة، مقادير سهلة جدا وشكل سريالي جدا مفيهاش افتكاسات. يلا بينا نبدأ ونسمي الله مع بعض. بس قبل ما نبدأ ونسمي الله، اللايك الجميل بتاعنا ونشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. نشوف مقاديرنا مع بعض. معايا الخلاط، معايا كوباية سكر، كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ، طلعيها من التلاجة تبرد شوية، ومعايا كمان 5 معالق كاكاو أسباني غير محلى. تضربي كويس قوي، وبعدين تزودي كوباية زيت من النار، والخليط ده تفضي نصه في الكوباية تحطيها في التلاجة، والنص التاني تزودي عليه 3 بيضات وكيس فانيليا أو نص معلقة فانيليا صغيرة أو فانيليا من السائل. تمام، وتضربي كويس قوي في بولة بقى، وربع كوباية لبن كمان. تمام، يبقى 3 بيضات وكيس فانيليا وربع كوباية لبن وتضربي. معايا هنا كوبايتين ونص دقيق، ومعايا ذرة ملح، ومعايا باكو باودر ونفس الكوباية اللي بتعايري بيها. تقلبي كويس وتاخدي الخليط اللي في الخلاط تزوديه على المقادير الجافة وتقلبي كله في اتجاه واحد، هيتكون عندك خليط سميك قوي. معايا بقى نص كوباية مغلية نازلة من على النار مغلية، ما تخافيش البيض لا هيتسلق ولا هيبقى اومليت، وفي اتجاه واحد لغاية ما توصلي للقوام ده. تمام، معايا صينية مدهونة سمنة أو زبدة، طبعا الفرن سابق التسخين 180 درجة على الشبكة اللي في النص، تاخد 45 دقيقة. نشق ونركنها خالص ونغطيها ونسيبها تبرد. معايا كوباية كريم شانتيه غير محلى، وعليها معلقة سكر ومية متلجة، وتزودي شوية بشوية لغاية ما توصلي للقوام ده يبقى خفيف شوية. أنا حطيت بقى كيسين، الكيس الأول أبيض والكيس التاني حطيت عليه معلقة شوكولاتة من اللي في التلاجة. معايا بقى الكيكة بردت، ناخد كوباية حليب دافي ونزودها بنص معلقة كاكاو ومعلقة سكر ونسقي بيها الكيكة. ومعايا هنا طبق فل غطيته بالفويل. معايا بقى قسمت الكيكة وهشربها بنص الكوباية، واحط عليه كريم شانتيه الابيض، وبعدين النص التاني اقلبه وازوده برضو اشربه بنص كوبايه الكاكاو التانية، وادهنه بالكريم شانتيه البني، واخد شوكولاته مبشوره واعملها بالورد كده. التزيين بقى ده راجع لك، زيني زي ما انت عايزه. وتتفرد طبعا. طبق الفل ده بيبقى خفيف في التلاجة جدا، غير البايركس والحاجات دي. شوفوا بقى يا جماعه، سايحه ومدلعه مش قادره اقول لك تحفه. وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. يا رب تكون الفكره عجبتكم والمقادير عجبتكم والفيديو عجبكم. جربوا الوصفه بجد هتعجبكم جدا، وبألف هنا وعافيه.